السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده الفيديو نصايح في المطبخ. ده طاجن بطاطس باللحمة. لما نيجي نعمل طاجن بطاطس باللحمة، اول خطوة نعملها ان احنا نصدم البطاطس على النار علشان تاخد شخصية، وعلشان ما تتهريش لما نيجي نحطها في الطاجن وما تعجنش معانا. طيب ايه البهارات اللي بتليق مع البطاطس؟ جوز الطيب، الفلفل الاسود، الثوم البودر، البصل البودر، الجنزبيل. حاجات كتير بتليق جدا مع البطاطس. طيب ليه بنتبلها؟ لان البطاطس من الخضروات الصماء. صماء يعني ايه؟ ملهاش طعم. لو دقتي بطاطسايه قبل ما تستوي او قبل ما تضيفي لها اي شيء بتلاقيها صماء، يعني ملهاش طعم. فاحنا بنحط التوابل وبالذات الثوم، لان الثوم صديق البطاطس وبيتزود جدا معاها، وبنقلبها وبنصدمها مع الايه على النار علشان ما تتهريش معايا في الطاجن، وعشان يبقى لها شخصيه، وعشان كمان ما تشدش معايا وانا باكلها، وكمان علشان ما تاخدش سوا كتير في الفرن. بس كده، دي كانت نصيحه على الماشي. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا لي القناه وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.